ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وتكونوا بصحة وسلامة، اللهم امين. عاملين ايه يا حبايبي الغاليين يلي في قناتي منورين؟ يا رب تكونوا بألف خير وتكونوا بصحة وسلامة. طبعا بقى الفيديو بصوا هيشجعكم جدا جدا جدا. انا بصوا بقيت مترددة كتير ان انا انزل الفيديو ده ولا منزلهوش، بس كنت همسحه والله، بس قلت لا والله لا. عشان اتأخرت فعلا كتير 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 عقبال ما نزلت الفيديو فاتأخرت كتير عقبال ما فكرت ان انا اعمله. فقلت اكيد الناس زمانها خلصت حاجتها، بس رجعت تاني قلت لا، في ناس بتعمل على اول 11 لسه، وفي ناس بتعمل في نص 11 كده يعني. فقلت لا والله انا عاملاه، واشجعهم كده واقول لهم انا عملت ايه بالظبط في الدولاب عندي. طبعا بقى اول حاجه عملتها في الدولاب ان انا نزلت الفوط كلها مغسوله بقى على جديده على كل حاجه، وقلت هشطفها بس كده شطفه في الغسالة. طبعا بقى شلت الضوافر بتاعتي والنضاره وال دي اختبارات الحمل اللي انا كنت عاملاها في ولادي يعني، وطلعت حامل. فدي الاختبارات بتاعت ولادي، فمحتفظه بيها مش ما رميتهاش يعني. فطبعا بقى الملايات دي كلها نظيفه، مفيش حاجه وسخه يعني، بس انا قلت لا، انا كان نفسي اعمل العمله دي من زمان، وكل عيد اقولها اعملها واقول لا الدولاب نضيف مش عايز كده والكلام ده. بس انا طبعا عشان عندي لسه ملايات ما اتفرشتش وفوط كمان لسه ما استخدمتهاش، فقلت لا، بقالهم كتير قوي ما استخدمتهمش وكده. فكنت كل مرة بنفضهم بس كده، وبشيل الرصة برصتها وامسح تحتيهم الدولاب وارجع ارصهم تاني والكلام ده. فقلت لا، هديهم شطفة كده، ظبطتهم على 40 دقيقة كده زي ما انتم شايفين. وفي بردك اللي كنت بظبطه على 50 دقيقة عشان خاطر ايه يعني، يتغسل كويس. فبس يا دوبك بس هما يشطفوا بس من الركنه، يعني ياخدوا كده ريحه كده، اللي هو ايه، لو فيهم تراب او حاجه يشطفوا منهم كمان ايه من الركنه وكده، الحاجه ممكن ايه تبوظ وكده. فقلت لا، لازم ايه اديهم المرشه دي. فطبعا زي ما انتم شايفين كده كنت كل شويه بنشر وبلم بقى، ونشرت الفوط. قمت كنت نشر الفوط والحاجه دي بالليل، وقمت الصبح صورت لكم. وطبعا هلمها تاني، هلمها دلوقتي عشان خاطر انشر غيرها. بس فطبعا انا زي ما انتم شايفين كده الملايات عندي مكرره الوانها، والفوط مكرره الوانها. طبعا الفوط اللي هي الاخرانيه اللي انا كنت يعني مستخدماها وغسلاها اخر يعني مره، دي انا ما غسلتهاش، اللي انا عارفه انا كنت لسه مستخدماها اخر مره ما غسلتهمش. انا غسلت اللي هما كانوا مركونين قبل كده، كنت بستخدمهم وكانوا مركونين يعني. وكمان اللي لسه ما استخدمتهمش وجداد بردك غسلتهم بردك، والملايات بردك الجديدة كلها اللي انا لسه ما فرشتهاش بردك غسلتها في وسط اللي انا بفرشها يعني. بس بردك اخر كام ملاية كنت فرشاهم ما غسلتهمش يعني، مش كل حاجة اتغسلت بردك يعني، في اللي اتغسل وفي اللي لسه ما اتغسلش. كنت عارفة ان انا كنت غسلهم قريب، بس كنت بغسل اللي هما مركونين بس. فقلت بقى اديهم شطفة كده، الحاجة لما يعني تشم نفسها، يعني تشم نفسها، اللي هو انا مكتومه كده، اللي هي الحاجه دي مكتومه، فلازم اهويها كده وتاخد الشمس كمان وتتطهر وتتعقم. استخدمتها ما استخدمتهاش بقى، هي ايه تتحط في الدولاب مركونه بردك نضيفه، وقت ما استخدمها ما استخدمتهاش بردك اهي موجوده. وعملت لها اعاده ايه تدوير كده في الغساله ونظافه وزي الفل. طبعا زي ما انتم شايفين كده بقى ده دور تاني كان ملايات. فزي ما شايفين كده الالوان مكرره، يعني هي اصلا ملايتين بامبا، وعندي 3، اصلا عندي 3 ملايات بامبا. بس البامباهات بتاعتهم درجات زي ما انتم شايفين، في البامبا الفاتح اللي هو الروز، وفي البامبا اللي هو اغمق منه سنه، وفي اللي هو الاغمق. يعني هما بامباهات بس درجات، اللي يفرق بقى ما بينهم عشان ايه مش عايزين كلام كتير عشان محدش يشوف مثلا انا مره فرشه ملايه يقول ايه ده انتي ممكن ما بتغيرهاش، لا بيبقى الالوان مكرره ماشي. مش عارفه ليه يعني، احنا كنا بنجيب ملايات مش عارفه ازاي، مش عارفه يعني، المفروض كنا جبنا الوان مختلفه، احنا عندي الوان مختلفه، بس بتكلم على الالوان المكرره يعني، ما كانش ليها لازمه ان احنا نكرر الالوان كده. فيلا عادي بقى، يلا خير خير، كل حاجه خير والله، وكل حاجه بنعوزها برضك الكلام ده. آم،
طبعا الملايه اللي انا بنشرها اللي هي اللي لونها تفاحي دي انا كنت معترضه عليها ساعه لما كنت بجيب الملايات، كنتش عايزاها وكنتش عايزه اللون ده. بابا هو اللي كان منقاها لي وقال لي لا، اللون ده بيبقى جميل قوي لما بيتفرش على السرير والكلام ده. وفعلا لما بفرشها على السرير بتبقى جميله كده، بتبقى تفاحي فعلا، بتبقى واكله الجو. طبعا بقى نشرت كمان دور وراهم. بص انا كنت عامله الملايه مجوز عشان الحبال تاخد، يعني كنت عامله الملايات مجوز كده ونشراه. طبعا زي ما انتم شايفين فضيت النص اللي فوق كله بتاع الملايات والفوط والكلام دوت. انا طبعا فضيت الدولاب وبوريكم نظام الاوضه دلوقتي، عشان كنت لسه هفضي الجزء اللي تحت عشان كنت بريح الغساله شويه. فطبعا الجزء اللي تحت الشتوي هو اللي هيتغسل، اما الصيفي مش هيتغسل. يعني في اللي كنت بغسله اللي يستحق ان هو يتغسل، وفي اللي ما كنتش بغسله. الشتوي بس هو اللي هيتغسل بتاعي، اما الصيفي مش هيتغسل. بوريكم النظام عشان احنا هنغير نظام الاوضه. عايزه اوريكم نظام الاوضه الاول وهوريكم نظام الاوضه بعدين عشان تقرروا بس كده الاول كان احلى ولا بعدين احلى يعني. فجاه الحالتين هما الاتنين حلوين، بس كالتغيير يعني بيريح النفسيه. زي ما انا قلتلكوا ان التغيير لو حاجه بسيطه بتغيريها من حاجتك اللي في بيتك بتغير من نفسيتك جدا. طبعا بقى زي ما انتم شايفين كده كنت بطلع الحاجه من تحت السرير. شايفين سجاد بقى وهدوم، انا السجاد كنت عيناه تحت السرير كمان عشان ما يعمليش كركبه، فسجاد وهدوم وكل حاجه كانت تحت السرير، وحللي بقى والجديده وكل حاجه كل حاجه. طبعا بقى وريتكم عروسه المولد دي، اول عروسه تجيلي من جوزي يعني واحنا مخطوبين، دي اول عروسه مولد فمحتفظه بيها. طبعا زي ما انتم شايفين بصوا الحاجه كلها خرجت من الاوضه، التسريحه والكومودينو والمرتبه والكرتونه اللي انا ببقى حاطاها تحت المرتبه كل حاجه. اما الجزء اللي في الانتريه ده مليان بقى الحلل والسجاد وكله، مش عارفه انا جبته ولا ما جبتهوش. الجزء اللي داخل جوه الانتريه كان مليان، الدنيا كانت بصوا معجنه يا لهوي انا. الحمد لله الحمد لله ان كل حاجه بتخلص. طبعا بقى عملت السرير كده، بس غيرت النظام تاني عشان ما كناش عارفين ان احنا نحرك الدولاب والسرير كده. فانا فكرت في فكرة يعني وخرجت السرير برا الاوضة من غير ما نفك السرير. ما فكتش اي حاجة من الاوضة، ولو ان انا عندي السرير كبير وعندي الدولاب كبير وعندي الكومودينيات كبيرة وهتشوفوا في اخر الفيديو انا عملت ايه. طبعا بقى ايه السرير مرضناش نفكه، كان جوزي عايز يفكه، قلت له لا بدل ما نفكه ونركب والكلام ده. انا قعدت افكر في كده لان انا عندي شباك السرير عريض فلازم ينفك. فانا خرجت السرير من غير ما افك السرير. هتقولي ازاي؟ هقعد اشرح ومش هتفهموني برضك في الاخر. طبعا وريتكم منظر الانتريه اهوت. بصوا الحلل بقى والحاجه كله انا بس كنت باخد لكم لقطه من هنا ولقطه من هنا ولقطه من هنا. طبعا دي الظهر الحيطه دي انا مسحتها كده بالمساحه وملمع الارضيات حبه عليهم كده، والدنيا اتظبطت والحيطه اتلمعت. طبعا عشان انا هنقل الدولاب على الحيطه اللي هي كانت ورا السرير دي، هنقل الدولاب زي ما انتم شايفين كده. كان الشباك ما بيفتحش اللي هو في الاوضه، كان بيخبط في الدولاب، كان بيفتح ده اخره الحته دي كده كان بيفتحها. انا كنت بهود الاوضه كده بالحته دي. طبعا كنت صبنت الحيطه بالخرطوم بقى والبلبطه والطرطشه وايه. انا عملت الاوضه يعني بصوا قلبتها بصراحه. كنت حاسه ان انا مرتاحه قوي قوي قوي، لاني ما كنتش بعملها بالخرطوم، كنت كله على الناشف. يعني كنت بعمل الحيطه على الناشف. اول مره عملتها خالص كنت لسه متجوزه، كنت عاملاها بالخرطوم، وبعد كده رجعت تاني ما عملتهاش بالخرطوم عشان كانت بهدلتني وكده. فبقيت اعملها على الناشف واشد من كل حاجه من تحتها وامسح كده، وتحت السرير برضه كله على الناشف. بس النوبادي بقى دعكنا الحيطه بقى وعملنا بالخرطوم والارض بالخرطوم. بصوا كان بلبطه، بس الاوضه اتمرشت يعني، الاقي يتمر في الاوضه دي. فبقى فطبعا زي ما انتم شايفين كده انا طبعا كنت فاصله الكهرباء عشان خاطر الميه والخرطوم وكده، كنت فاصله الكهرباء. فعايزه اوريكم بصوا الشباك اتفتح يا ولاد، الشباك اتفتح. هو اتفتح على حاجه مش كويسه يعني، على المسقط وكده، بس لا الحمد لله اتفتح بردك يعني من تغيير بردك، شكله حلو لذيذ. طبعا بقى انا السرير جه معاكم لقطه انا نقلته مكان الدولاب والدولاب مكان السرير. هوريكم النظام الاوضه بس في فيديو تاني، هوريكم النظام بقى كله على بعضه كده في فيديو تاني. طبعا حطيت بقى فوط اللي انا مش بسحبها كتير، حطيتها فوق
انا مش بستخدمها. وفي ملايات انا شلتها برضك خالص عشان انا ما بحبش الزحمه، انا ما بحبش الخنقه يعني. في ملايات انا مش بحب استخدمها اصلا فركنتها يعني. خليت اللي انا بحب استخدمهم هما قدامي، والفوط برضك اللي انا بحب استخدمها خليتها قدامي كده زي ما انتم شايفين. وعملت القرطاس اللي انتم شايفينه ده ده بوكي ورد على فكره، ماشي. انا عملته على رسمه بوكي ورد، قلت احط ديكور كده في وسط الفوط. طبعا الجلابيتين دول جداد، فبفكر كده ان انا اظبطهم يعني، ملبستهمش قبل كده، كبار عليا، فبفكر ان انا اظبطهم. بفكر لسه مش متاكده يعني. قلت اظبطهم وكده عشان خاطر ايه، عشان خاطر كده اهو. فعملت بردك الدولاب بتاع جوزي. طبعا الضرفه بتاعتي انا احلى والله، بس مش عشان خاطر يعني ان انا ظبطت ضرفتي اكتر من ضرفته، لا والله هما الاتنين زي بعض، بس هي هدوم الواحده طبعا بتبقى منوره الدولاب يعني، عامه يعني. فحطيت له هدومه بس كنت لسه غسلت الابيض، عشان بصوا هو بيبقى فيه هدوم بيضه، بس انا ما كنتش لسه ساعتها غسلتها يعني، بس انا غسلتها حاليا. بس كنت ساعه لما صورت الفيديو ما كنتش لسه غسلت الابيض يعني بتاعه. طبعا بقى الدولاب كنت شايله منه حاجات عشان خاطر كانت لسه بتتغسل. انا كنت اصلا حاطه في دماغي ان انا هنزل لكم الفيديو على طول، ما كنتش عارفه ان انا هتاخر كده فيه. فكنت في حاجات شايلاها بغسلها في الجواكت اللي هي بتاعت جوزي، كنت شايلاها، والجاكيت بردك البلطو بتاعي كنت شايلاه من الضرفه هنا. طبعا حطيت الهدوم الصيفي بتاعت جوزي تحت، سبت له كام تيشيرت بس كده يلبسهم عشان يبقوا سهل ان هم يتشالوا. ما غسلتش هدوم جوزي عشان كنتش غسلت هدوم جوزي عشان كانوا هم اصلا انا كنت عيناهم ما دخلهمش تراب او حاجه يعني. فطبعا بقى انا حطيت بقى الهدوم بتاعتي. انا بحب الهدوم بتاعتي الخروج اللي هي تبقى مترتبه كده، القصير قدام والطويل ورا والكلام دوت يعني، والعبايات في الاخر والكلام دوت. بحب ارتبهم بصوا من قصير لطويل. في حاجات جوه على فكره قصيره بس هي مش باينه في الكاميرا. في حاجات كتير قوي صغنطانه كده بس داخله في وسط الهدوم مش باينه، الكبير هو اللي ظاهر زي ما شايفين كده. الحاجه رصاها ورا بعض، ولسه كان الجواكت والحاجات، في حاجات كنت مطلعاها غسلاها وحطاها على الحبل، ما كانش لسه اترصت في الدولاب يعني. بس انا كنت حاطه في دماغي ان انا هنزل لكم الفيديو على طول. طبعا بقى كنت غسلت الهدوم الشتوي بتاعتي ورصيتها، ما كانش فاضل بس الا حاجات بسيطه هتترص في الدولاب اللي هي بره وبس كده. خلاص كده هستناكم في فيديو جديد، وهصور لكم الاوضه اوضح من كده بعد ما اتفرشت. مع السلامه.